اهلا بيكم في خامس حلقة من بودكاست العشرينات. حلقة النهاردة مهمة ومختلفة عن كل الحاجات اللي انا عملتها قبل كده، فهاتوا حاجة تشربوها عشان نركز مع بعض. بما ان احنا في بداية شهر اكتوبر، فكده احنا ابتدينا في اخر ربع من السنة، يعني خلاص 2024 بتخلص وقدامنا بس 3 شهور نلحق نعمل فيهم كل حاجة احنا ملحقناش بقى نعملها قبل كده. عايزين نرجع نفتكر ايه الحاجات اللي احنا كنا قايلين ان احنا هنحققها السنة دي وما عملناهاش بقى، وانشغلنا وكسلنا والحاجات دي كلها. اكيد في ناس دلوقتي جاي في بالها اللي هو يا مارينا ما خلاص بقى السنة خلصت، نبتدي بقى من 2025. هقول لكم لا، اول حاجة السنة لسه ما خلصتش، احنا لسه عندنا ربع كامل من السنة متبقي معانا ممكن ان احنا نعمل فيه حاجات. وتاني حاجة انا عايزاكم تدخلوا السنة الجديدة وانتوا حاسين ان انتوا حققتوا حاجة اوريدي في 2024، وبالذات لو في الاخر. يعني عايزاكم تبتدوا السنة الجديدة وانتوا حاسين ان انتوا اوريدي حققتوا انجازات او اهداف من اللي انتوا عايزين توصلوا لها. زي بالظبط كده عايزاكم تتخيلوا ان احنا وجبة. هتقولي ايه وجبة ازاي يعني؟ هقولكوا دلوقتي. تخيلوا ان احنا بنعمل اكلة او بنطبخ طبخة، هل هيبقى الاسهل ان احنا اول لما نيجي نعملها نقعد بقى نقطع كل حاجة من الاول ونجهز فيها ونقشرها وكده، ولا لو احنا عندنا كل حاجة اوريدي متقطعة ومتقشرة وجاهزة واحنا بس هنحطها على بعض؟ اكيد تاني اوبشن، وهو ان احنا لو عندنا اوريدي كل حاجة متقطعة واحنا هنحطهم بس على بعض. وده تاني سبب من الاسباب اللي انا عايزاكم تبداوا دلوقتي عشانها، عشان انا عايزاكم في السنة الجديدة تبقوا داخلين عندكم اساسيات تبداوا تشتغلوا بيها على الاهداف بتاعه 2025، مش بادئين من الصفر. في كتاب معظم اليوتيوبرز الاجانب بيتكلموا عنه لانه حقق نجاح قوي جدا، وهو اسمه The 12 Week Yearbook. وفكرة الكتاب ببساطة انه بيقول لنا ان احنا ممكن نحقق حاجات في 12 اسبوع اكتر بكتير من اللي ممكن نحققها في 12 شهر. يعني ايه؟ يعني احنا لما بنقسم السنة 12 اسبوع واللي هم 3 شهور زي اللي فاضل لنا كده، ده بيخلينا نبقى مركزين اكتر في اهدافنا، وغالبية الوقت هنوصل لها اكتر من لو قعدنا نخطط لسنة كاملة قدام. الوقت ده كمان بيكون احسن وقت ان احنا نشتغل على الاهداف بتاعتنا، لانه خلاص الصيف بقى خلص وخلص. يعني معظم الحاجات اللي ممكن تشتتنا، السفريات، الصحاب، الانستجرام، الموبايل، خلاص كله رجع شغله، اللي رجع المدارس. ده احسن وقت ان انتوا تقدروا انكم تركزوا فيه. وعشان كده انا قررت ان احنا نعمل مع بعض كلنا تحدي، وعايزاكم ترجعوا للفيديو ده في اخر السنة وتكتبوا لي انتوا عملتوا ايه من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها او اللي احنا لسه هنتفق عليها دلوقتي مع بعض. وانا كمان في اخر السنة هقول لكم انا كنت كاتبة ايه اللي انا عايزة اوصل له ووصلت لايه، وايه اللي لسه ما وصلتلوش، لانه في حاجات فيهم خارجة عن ارادتي وعن ايدي، ويعني في ايد ناس تانية، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ازقهم ان هم يعملوها قبل اخر السنة. تعالوا بقى نبدأ مع بعض كده الخطوات والحاجات اللي احنا هنتفق عليها، اللي انتوا هتقولي في اخر السنة تكتبولي على الفيديو ده انتوا عملتوا منهم ايه وما عملتوش منهم ايه. اول خطوة عايزاكم تختاروا هدف ل3 اهداف هنعملهم في ال3 شهور اللي جايين دول، اللي هم لحد اخر السنة. وده بقول 1 ل3 لانه على حسب، ممكن يبقى حد عنده هدف يحتاج الوقت كله والمجهود كله لو هو هدف كبير، وممكن حد تاني يبقى عنده اهداف تانية مثلا صغيرة بس مهمة بالنسبة له. فعايزاكم تختاروا هدف ل3 وتكتبوهم. اكتبوهم بقى على التليفون، اكتبوهم في كراسة، اكتبوهم على اللابتوب، اكتبوهم في اي حتة، علشان اخر السنة لما يجي الوقت ده انا عايزاكم ترجعوا للي انتوا كتبتوه، وان شاء الله يعني تشطبوه كده ان هو خلاص اتعمل وخلصنا منه، عشان ندخل على حاجات تانية عايزين نعملها. تاني حاجة بقى هقولها لكم، ودي الصراحة من الكتاب مش كلامي انا، الكتاب اللي انا قلت لكم عليه ده بيقول انه بداية التغيير مش بتبدأ بالاكشنز او الخطوات بتاعتنا، لا، بتبدأ بتفكيرنا وبمخنا وبطريقة تفكيرنا. فدي تاني حاجة انا عايزاكم انكم تشتغلوا عليها. طب هنشتغل عليها ازاي؟ انا عايزاكم تتخيلوا نفسكم ان انتوا وصلتوا الاهداف دي، مش ان احنا لسه هنوصل لها او بنحاول نوصل لها، لا، ان احنا وصلنا لها. عشان عايزاكم تاخدوا الاحساس ان انتوا لو وصلتوا للحاجة دي هتحسوا بايه، عشان ده اللي هيخليكم انكم تشتغلوا عليها كل يوم وما تزهقوش من الخطوات الصغيرة اللي احنا بناخدها. لان الخطوات الصغيرة اللي بناخدها بس كل يوم ديت هي اللي فعلا بتخلينا نوصل، وبتخلي ناس تانية تزهق وما توصلش اللي هي عايزة توصل له. تالت نقطة بقى انا عايزاكم ان انتوا تدوا اولوية للاهداف اللي انتوا عايزين توصلوا لها. فازاي هنديها اولوية؟ وهو ان احنا هنديها وقت من يومنا، سواء تقدروا تدوها وقت كل يوم
او لو ما تقدروش خلاص يبقى هنديها وقت في الويك اند او في الاجازه بتاعه اخر الاسبوع، عشان لو حد بيشتغل بيرجع تعبان الكلام ده كله، انا مش عايزه حجج، مفيش اعذار. فنبدا بقى نكتب مع بعض كده انتوا ايه الهدف بتاعكم، هتشتغلوا عليه من الساعه كام للساعه كام، عشان بس ما تتوهوش في زحمه اليوم ويبقى اليوم خلص ونقول بقى بكره وبكره نقول بعده والدوامه اللي ما بتخلصش دي. وعشان يبقى عندنا الطاقه ان احنا نشتغل على الحاجات بتاعتنا، عايزاكم تبقوا في مود كده حلو دايما. طب والمود الحلو ده بقى نعمله ازاي؟ هقول لكم. عايزاكم تعملوا مورنينج روتين ونايت روتين، نعمل روتين صباحي وروتين مسائي. هندي لنفسنا وقت حوالي 15 دقيقة الصبح و15 دقيقة بالليل، ده وقت كده لنفسنا نهتم بقى، اللي عايز يهتم ببشرته، اللي عايز يهتم بشعره، اي حاجة عايزين تهتموا بيها ده الوقت بتاعكم. عايزاكم ان انتوا تبقوا بادئين يومكم بنشاط وتخلصوه برضو بنشاط، علشان ده بيأثر على جودة النوم بتاعكم، وجودة النوم بتاعتكم بتأثر بعد كده على المود بتاعكم وتركيزكم في اليوم. بس اهم حاجة بقى ان انا عايزاكم في الروتين بتاع الصبح، عايزاكم تحطوا فيه 3 حاجات اساسيين معانا: مايند بودي سول. ايه مايند بودي سول ده؟ يعني اول حاجة مخنا، عايزين ان احنا دايما كل يوم الصبح نعمل حاجة لمخنا، والحاجة دي ممكن ان احنا نبقى نعمل مديتيشن. يعني ايه مديتيشن؟ وهو انه مثلا في ابلكيشنز كتيرة على الموبايل دلوقتي اول ما تصحوا الصبح بتشغلوها وتديكوا كلام ايجابي تبدأوا بيه اليوم بتاعكم، وده فعلا بيغير المود بتاعكم خالص وبيخليكم تبقوا مركزين اكتر على مدار اليوم. وهحط لكم الاسامي واللينكات بتاعه الابلكيشنز دي تحت في الديسكريبشن. تاني حاجه بقى البادي او جسمنا، ماله ده كمان؟ عايزين نعمل له شويه استرتشات او اي حركه الصبح علشان نفوق ونبدا يومنا بنشاط. فممكن مثلا نعمل زي ما قلت لكم، ممكن نعمل استرتشات، اللي عايز يعمل يوجا يعمل يوجا، اللي عايز ينط شوية ويعمل شوية نشاط وحركة كده ممكن ان احنا نعمل ده برضو. اي حاجة ان احنا نحرك بيها جسمنا الصبح. زي زمان كده، فاكرين كان في برنامج بيجي على التلفزيون الصبح ويعملوا بقى شوية تمرينات رياضية كده، ايه بسيطة يعني، مش حاجة قوية قوي، بس علشان يبدأوا يومهم بنشاط. بحس ان الناس زمان كانت فعلا عارفة كل الحاجات الصح اللي احنا المفروض نعملها، واحنا مع الوقت بجد اهملناها، ودلوقتي بنرجع تاني للاساسيات اللي احنا نسيناها دي. وتالت حاجة بقى عايزين ناخد بالنا منها هي السول او روحنا الداخلية، لانه روحنا الداخلية لازم تبقى في سلام وفي هدوء، لانه ده بيوصل للناس اللي قدامنا وبتديهم كده فايبز يا اما حلوة يا اما وحشة عننا. طب ازاي ان احنا نبقى في سلام وهدوء داخلي؟ وهو ان احنا مثلا كل يوم الصبح ناخد بس 5 دقايق 10 دقايق، او حتى لو وقت بسيط جدا ممكن ان احنا مثلا نصلي فيهم. وهنا انا مش بحدد دين معين، كل حد بالحاجة اللي هو بيؤمن بيها، بس مهم ان يبقى الواحد عنده حاجة بيؤمن بيها بتديله امل كل يوم، بيحس انه في تواصل معاها، وهو ده اللي هيوصلكم للراحة النفسية الروحانية. الخطوة بقى رقم 6، عايزاكم تحسوا فعلا انكم وصلتوا لاهدافكم. عايزاكم تجيبوا الستيكي نوتس اللي هي المربعات اللي بتتلزق على الحيطة دي وتكتبوا عليها affirmations. يعني ايه affirmations؟ دي حاجات كده بنقولها لنفسنا علشان تأكد علينا ان احنا وصلنا لأهدافنا، حتى لو احنا لسه ما وصلنا لهاش، بس ده علشان بيساعدنا ويحفزنا كل يوم. لازم نكتب في الستيكي نوتس دي كلام ايجابي ونلزقهم في اي حتة نعرف ان احنا نشوفها كل يوم. وكل يوم الصبح وبالليل عايزاكم تبصوا عليهم وتقولوا الحاجة اللي مكتوبة على الورقة دي لنفسكم، حتى لو في سركم، بس انا عايزاها تفضل موجودة في مخكم. واكيد الحاجات اللي احنا هنكتبها دي هتبقى كلام ايجابي، ويفضل لو هو ليه علاقة بالاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها، عشان الهدف نفسه يبقى دايما في مخكم ويفضل نعيد ونزيد فيه كده كل يوم صبح وبالليل صبح بالليل. مش عايزاكم ان انتوا تنسوه ابدا او تحسوا ان هو حاجة بعيدة. مش عارفة اعمل ايه في الشمس، بس مش هصور تاني في الوقت ده. الخطوة بقى رقم 7 اللي هنتفق عليها، وهو ان انا عايزاكم تفضوا الأوضة من اي كراكيب فيها، لبس قديم، كتب قديمة، اي حاجة عاملة زحمة هنتخلص منها. احنا عايزين نخلي الأوضة اللي احنا قاعدين فيها دي اكتر مكان مريح بالنسبة لنا، وفي مساحة عشان نعرف ان احنا نتحرك فيها بحرية. ودايما نفتكروا انه less is more. يعني ايه less is more؟ يعني كل ما كان عندنا حاجات اقل كل ما حسينا ان احنا عندنا حاجات اكتر، لان احنا بنبقى شايفينها. ودايما اي حاجة انتوا ما بقتوش تستخدموها خلاص ومركونة عندكم عاملة زحمة، في ناس تانية تبقى محتاجة الحاجة دي، منها ان احنا نخلص من الزحمة اللي عندنا، وفي نفس الوقت حد تاني يبقى فرح بيها في اخر السنة او في اول السنة الجديدة. تامن خطوة بقى عايزاكم تركزوا فيها قوي وتعملوها وتلغوا اي مشاعر
هتخليكم ان انتوا ما تاخدوش الخطوة دي، وهو ان احنا هنسيب برضو من حاجة ل3 حاجات في 2024 مش هناخدهم معانا. ممكن بقى يبقوا ناس، بس ناس توكسيك في حياتنا، ممكن تبقى عادات، ممكن تبقى اهداف او احلام قديمة كنا عايزين نوصل لها، بس اما كبرنا حسينا ان احنا خلاص اتغيرنا، والوقت بقى دلوقتي بقى ان احنا نركز على حاجات تانية وما نضيعش وقت في حاجات قديمة. فكده معانا من حاجة ل3 حاجات مش هيدخلوا معانا في 2025، عايزاكم تخلصوا منهم دلوقتي. تاسع نقطة بقى وهي اللي قبل الأخيرة، ان انا عايزاكم تتعلموا حاجة لنفسكم، حاجة ملهاش علاقة بقى لا بالشغل ولا بالحياة العملية ولا بالأهداف ولا كده. أنا عايزاكم تتعلموا حاجة ليكوا انتوا. وعامة أنا هقول لكم أنا بتعلم إيه ليا أنا دلوقتي. حاليا انا بتعلم ازاي اطبخ، ولما ابتديت اتعلم ازاي اطبخ اكتشفت ان انا بحب الحاجه دي كده، وابتديت بقى ان انا اخترع فيها اكتر كمان واطور فيها اكتر. ودي الحاجه اللي هتبقى بتفصلكوا شويه لما تحبوا تاخدوا بريك، بس عايزاها تبقى حاجه تستفادوا منها كاشخاص في نفس الوقت، مش تبقى حاجه بنضيع فيها وقت. يعني مثلا اللي عايز ممكن يتعلم الطبخ، اللي عايز ممكن يتعلم لو عندكم جنينه مثلا جنب البيت قدام البيت عايزين تزرعوا فيها حاجه، اللي عايز يتعلم الكتابه، اللي عايز يتعلم الايديتنج، اي حاجه حتى لو خلصت. عارفين اللي طالع دلوقتي ايه جديد؟ الحاجات الكروشيه اللي بتتعمل بالكروشيه دي طالعه عامه دلوقتي، الناس كلها هنا بتتعلمها. وقدام كمان ممكن ان انتوا ما تعرفوش، ممكن تستخدموا الحاجه اللي انتوا اتعلمتوها دي في ان انتوا قدام تكسبكوا فلوس، او ان انتوا تعملوا منها مشاريع مختلفه لو زهقتوا من الشغل اللي انتوا بتعملوه خلاص، او مش عايزين تكملوا فيه، او كبرتوا عليه، او اي حاجه. بس عموما بغض النظر عن ان انتوا تحولوها لمشروع، دي هتطور من نفسكم انتوا وثقتكم بنفسكم. كل ما تحسوا ان انتوا عندكم سكيلز اكتر او مهارات اكتر، كل ما انتوا بتحسوا انكم مش محتاجين حد، ان انتوا تقدروا تعملوا اي حاجه وكل حاجه لوحدكم. وده الهدف من النقطة دي. اخر نقطة بقى قبل ما الشمس ترجع في رأيها ولا حاجة، وهي ان انا عايزاكم 3 ايام في الاسبوع تعملوا حاجة لصحتكم. والحاجة دي ممكن تكون مثلا انكم تتمرنوا في البيت، تعملوا تمرينات في البيت، ممكن ان انتوا تتمشوا، ممكن ان انتوا تروحوا الجيم. ومش هقولكم كل يوم عشان مش عايزاها تبقى حاجة صعبة، انا بس عايزاكم تعملوها 3 ايام في الاسبوع. ومفيش اكتر من تمرينات البيت السهله اللي على اليوتيوب اللي ببلاش، اللي تقدروا تعملوها من غير اصلا ما تطلعوا من الاوضه بتاعتكم. فالنقطه دي بقى مش عايزه فيها اي حجج ولا عايزه فيها اي تكاسل. وعامه انا بحاول ان انا امشي كل يوم من 6000 ل 10000 خطوه، بس الصراحه مش كل يوم قوي يعني، عشان كده قلت لكم خلوها 3 ايام في الاسبوع عشان ما تحسوش ان انتوا في ضغط عليكم. ما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي ايه الحاجات اللي انتوا هتحققوها ال3 شهور دي في الكومنتات. اكتبوها لي دلوقتي وارجعوا تاني اخر السنه اعملوا ريبلاي عليها، قولوا لي وصلتوا لها ولا لا. انا اتبسطت جدا وانا بعمل الفيديو ده، علشان انا حاسه ان الفيديو ده هيبقى فيه تحدي كده، وان احنا هنشجع بعض قبل اخر السنه. وعايزه اقول لكم ما تزهقوش، لان الناس اللي بتوصل لاهدافها والاحلامها هي الناس اللي ما بتزهقش واللي بتحاول توصل لحلمها كل يوم. والناس اللي ما بتوصلش لأهدافها ولا أحلامها هم مجرد الناس اللي بتزهق وما بتكملش. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. أشوفكم في الفيديو الجاي، حلقة حلوة قوي المرة الجاية، استنوها. وأشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي. وأشرب بقى قهوتي عشان أنا نسيتها والكلام أخدني، وأشوفكم في الفيديو الجاي.